الأضواء في بطولة القسم الثاني يعود له الفضل بشكل كبير في النتائج التي يحققها فريقه، أينما حل وارتحل حاضر بقوة كعادته. هو جمهور اتحاد طنجة الذي استحق العلامة الكاملة بعد 15 دورة قدم خلالها دروسا في الوفاء والتشجيع الحضاري في جل مباريات فريقه داخل وخارج الميدان. احنا كنساندو مجم طنجة باش نساندو فرقه ديالنا 3 نقاط هذا العام على الله. مدينه كبيره وما عندهاش كيب وحشومه. اكبر جمهور حنايا الجمهور كبير جدا وكنساندو الفريق ديالنا اللي الدرجه اللي هي عاليه جدا، وكنتمنى الفريق ديالنا يكون في بريميرا، فهمتي، باش حنايا كنبغيو الفريق ديالنا، كنمشيو معنا اي بلاصه، كنمشيو لاي مدينه، كنحبوا الفريق ديالنا. خصنا اي فريق ديالنا يكون في بريميرا، حنا ما خصنا والو مطالبين ولا الجماهير هذه ما يحرموهاش. جماهير مزيونه، يعني شحال نقول لك المغرب كامل كيبغيها. الالترا دابا كتصنف من احسن الالترات اللي كاينه في الدول العربيه وفي افريقيا، وكنتمنى تكون طنجه عندها شي فرقه مستوى اللي تشرف الكره الوطنيه وتكون احلى قاطره للكره الوطنيه في المستقبل ان شاء الله. وكنتمنى كل ان شاء الله العام الجاي نكونوا في بريميرا. حضور مكثف وتنظيم محكم ودعم ومساندة لا مشروطة بطرق تشجيعية عالمية جعلت من جماهير اتحاد طنجة حلاوة مباريات فريقها الذي يحقق بفضل ذلك النتائج الإيجابية ويسير نحو تحقيق حلم الصعود للبطولة الاحترافية. كنشكر هذا الجمهور هذا اللي هو كما شفتوا جمهور كبير كيحب هذا الفريق هذا وكيتمنى انه يكون عنده فريق في القسم الوطني الاول. وكما دائما صراحه كنقول بانه يعني فريق ديال اتحاد طنجة فريق يعني بالمعايير الفرق الكبيره. كلمه ديال الجمهور هذا الحمد لله، ما التعبير ديالي ما نقدرش نعبر له الجمهور بحكم الدخول ديالنا للملعب. شفنا ذاك الاجواء ديال هذا الجمهور، شفنا التيفو، شفنا الاهاشيش بكل صراحه. فهذا الجمهور يستاهل كل الخير، وتحيه للجماهير الطنجاويه وتحيه للمجموعه الهيركوليس اللي مسانده الفريق في السراء والضراء. وما عليا نقول هذا الجمهوريه تحيه كبيره لهذا الجمهور، وبكل صراحه يستاهل الفريق في القسم الوطني الاول ولما اللاعب على الالقاب، لان هذا الجمهور هذا عايب يكون كيمارس الفريق ديالو في القسم الوطني الثاني. هو جمهور طنجة العالية التواق للعودة للمكانة التي يستحقها ضمن خانة بطولة الكبار. مزيدا من التألق يا جماهير مدينة طنجة. إذا نعود ونحن نشاهد هذه الصور الجميلة، نعود لنتحدث